عودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وإحنا بنفتح مع حضراتكم ملف هام جدا وهو خاص بتطوير منظومة العمل في الإدارة المحلية، وبناخد نموذج من الأحياء ومجالس المدن وهو حي شرق المنصورة. النهاردة في الملف هنتعرف إيه الجديد اللي بيتم في حي شرق، سواء من خلال منظومة تطوير المركز التكنولوجي، من خلال أعمال التجميل وأعمال الرصف، وأيضا ملف التصالح. ده ملف هام جدا بيهم الحكومة المصرية، لأن في بعض القوانين اللي بتعد النفع على المواطن اللي بيحب يقنن أوضاعه. اسمحوا لي في البداية برحب بضيف العزيز الأستاذ محمد أمين، رئيس حي شرق المنصورة. أهلا بك يا أستاذ محمد. اهلا بحضرتك يا استاذ جمال، واهلا باسره البرنامج، واهلا بالساده المشاهدين. أنا ببقى سعيد وأنت موجود معنا، عشان معانا ملف يعني قضايا كثيرة عايزين نطرحها اليوم. احنا تحت امرك يا جمال بيه، وتحت امر المشاهد ان شاء الله. ويمكن كنت انت في البدايه يعني قلت ان في بعض تطوير ملموس كده في بعض الحقائق، في بعض الحدائق استقبالا لعيد القيامه. طبعا في البدايه بنهنئ الشعب المصري اولا، لانه هو عيد المصريين كلهم، والساده المسيحيين بمناسبه عيد القيامه المجيد. النهارده بدانا تجهيزات للاعياد ديت، وبتجهيز الحدائق وتجهيز الاناره وتامين الحدائق الكنائس والتجميل والدهانات. طبعا ده عيد لنا كلنا ولازم نحتفل بيه، فاحنا بدانا نجهز للاعياد ديت من فتره، وان شاء الله نكون مستعدين لاستقبال الزائرين للحدائق والمنتزهات في مدينه المنصوره مع اعياد الربيع وعيد شم النسيم وعيد القيامه المجيد. تمام. استاذ محمد، خلينا نبدا بملف كده. يمكن من ضمن الملفات اللي بيبقى واخده اهتمام مكثف يمكن من السيد محافظ الدقهلية، وهو خاصه بالنظافه. انت عارف ان مدينه المنصوره كان لها طابع خاص من حيث التطوير والتجميل. لاي مدى ملف النظافه حضرتك راضي عنه، وايه اللي بيتم فيه حاليا؟ الحمد لله، يعني الملف ده خد انجاز كبير مع معالي الوزير المحافظ اللي هو طارق مرزوق. طبعا ده اهتمام اول بالنسبه للسيد الوزير المحافظ اللي ملف النظافه. طبعا اهتم، دعمنا بشركات نظافه، اكد على ضروره ان المواطن يكون راضي عن الاداء. الحمد لله وصلنا لمرحله كبيره جدا من التطوير في ملف النظافه. عاد عندنا ورديات منتظمه، عماله متوفره، وصلنا لمراحل متطوره كبيره جدا في مدينه المنصوره، والمواطن عاد بيحس بالكلام ده في الشارع. النهارده كل الناس لمست منظومه النظافه والتطوير اللي تم فيها، وعلاوه على اننا احنا دخلنا الاماكن الشعبيه ومسائل الكنس والانتظام في ورديات النظافه. الحمد لله. وطبعا مع الوزير معانا في كل خطوه سيادتك بتشوفه، معانا في كل مكان وفي كل ورديه بنلاقيه موجود معانا في الشارع. فالحمد لله الملف ده وصل لدرجه كبيره في جميع المراكز. تم تطوير المنظومه بوضع خطه متكامله بشركات نظافه، وبتعيننا بالسواقين وبتعيننا بالعمال القائمين على المنظومه، بالعلاوه على ان احنا بنستغل قدراتنا كاحياء من معدات. ده سهل كتير في منظومه النظافه وطور بتكلفه بسيطه. بنوفر برضه، بنعمل ترشيد في الانفاق ان احنا بنستغل مواردنا مع بعض الشركات الخاصه في منظومه النظافه. تمام. وبالمناسبه دي، هل بيبقى في تفتيش من حضرتك على المركبات وعلى السيارات الخاصه بالوحده المحليه اللي موجوده في الجراشات؟ لان يمكن بالامس القريب محافظ الدقهليه كان في وحده من الوحدات، وبالتحديد حي غرب، فلقى ان في عربيه بقالها اكتر من 5 سنوات يعني غير مستخدمه، فادى توجيهات بالصيانه والعمل فورا يعني. طبعا ده اول اولوياتنا ان احنا نبدا بالجراج الصبح، لان هو احنا بنبدا بتطليع المعدات للنظافه. فطبعا احنا عندنا منظومه متكامله بالتفتيش على المعدات والصيانه الدوريه للمعدات، بحيث ان هي المنظومه قايمه على المعدات وعلى العمال والسواقين. فلازم يكون المعدات اول شيء جاهزه للمنظومه. فاحنا كنا يعني اقرب مثال ان انا كنت الصبح في الجراج، تابعت المعدات، بعض المعدات الاعطال الخفيفه بدانا نصلح فيها. لابد يكون عندنا جاهزيه للمنظومه بدايه من الحمله الميكانيكيه. تمام. طب استاذ محمد، لو انتقلنا لنقطه هامه جدا، وهي خطه الرصف ورد الشيء لاصله. الى اي مدى حاليا خطه الرصف ورد الشيء لاصله داخل الوحده المحليه بحي شرق المنصورة؟ احنا الحمد لله انتهينا من الخطه الاستثماريه لهذا العام بنسبه 100%.
خلاص خلصنا الخطه الاستثماريه في رصف الشوارع. استهدفنا جميع المناطق في الحي. احنا بنقسم طبعا الحي وبنقسم الاعتمادات الماليه لكل سنه ومعانا يمكن على 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 الشاشه ده جميع. برضو بعض اعمال تمام، الرصف اعمال الرصف ورد الشيء لاصله. وآه. فطبعا احنا دلوقتي خلصنا الخطه الاستثماريه بنسبه 100%. اللي عندنا ده شغال دلوقتي هي عمليه رد الشيء لاصله. دي بنستهدف فيها الاماكن المتهالكه او اللي احنا حصلنا منها رسوم رد الشيء لاصله نتيجه اعمال الحفر لكابلات الكهرباء او المياه او خلافه. ده بنستهدفها برضو. بنستهدف الشوارع اللي بتخدم قطاع عريض من المواطنين، وبنعمل موازنه ما بين ارضاء المواطن وما بين ارضاء الاماكن الشعبيه والاماكن اللي مكتظه بالسكان. فبنوزع الخطه بتاعتنا على جميع انحاء الحي بالتساوي وتزامنا مع الخطط الثانيه اللي احنا بننفذها في الاحياء. النهارده بننفذ في رد الشيء لاصله استكمالا للخطه الاستثماريه في منطقه زي منطقه متحضر، منطقه شعبيه ومنطقه قديمه وبتخدم قطاع عريض من الحرفيين ومن السكان. طبعا بيعود ده بالنفع على المواطن وبيعود بالرضا، لان انا شفت اكتر من بوست بيشكر معالي الوزير المحافظ على دعمه لمنظومه رد الشيء لاصله او الخطه الاستثماريه في الاماكن الشعبيه، وده كان ليه مردود جميل جدا مع المواطن. وانا احقاقا الحق يعني شفت بعض الشوارع عشان نبقى ناقلين للحقائق اللي هي معموله بالبلاط الانترلوك دي شوارع برضو بيبقى 3 متر او 4 او اقل من 3 متر برضو وصل لها فده بيدي طموح وامان لشوارع كثيره. بقى الكل يقول لك لما احنا عايزين ندخل ناخد جزء من هذا الانجاز يعني. هو الرصف بالانترلوك هو بيوفر على الدوله مبالغ عمله صعبه، لان احنا دلوقتي بنستغل الامكانيات المتاحه المصريه. يعني احنا عندنا مصانع انترلوك متوفره في كل المحافظات النهارده، بتوفر لنا الانترلوك وبكفاءه عاليه تتحمل طبعا كفاءه 8 سم 6 سم حسب كثافه الشارع. ده بيوفر عليا ان انا اعمل واجمل بدون اللجوء الى الرصف والمازوت ونقص المواد الخام اللي هي بتستخدم في عمليه الرصف. فده احنا بنستغله النهارده اكتر من 50% من خطط الاستثماريه او خطط الرصف او رد الشيء لاصله من البلاط الانترلوك. بنستهدف بيها الاماكن الشعبيه والشوارع اللي اقل من 8 متر. استاذ محمد، وده بنتكلم عن التطوير والتجميل في وحده حي شرق المنصوره يعني. الى اي مدى برضه بيتم الاناره في الوحدات او الاماكن الشعبيه؟ انت عارف طبعا تزويد الاناره بيبقى مهم جدا وبيدي شيء من الامن والامان يعني، خاصه في المناطق الشعبيه المكتظه بالسكان. طبعا في مدينه المنصوره المواطن لمس حصل ايه في الاناره في الفتره اللي فاتت. احنا النهارده عندنا جملنا مدينه المنصوره في الاناره في الشوارع الرئيسيه. دخلنا بعض الاماكن بعض الاماكن الشعبيه بنستهدفها، بنوازن ما بين الشوارع وطبعا خطه الترشيد الخاصه بالاناره. بنستهدف الاماكن الشعبيه اللي هي تكون فيها خطوره على المواطن بننورها حسب الامكانيات المتاحه طبعا وبمعاونه من المجتمع المدني. فاحنا طبعا اي شكوى بيتم التعامل معها فورا، علاوه على ان احنا عندنا اصلا خطه لموضوع الاناره وموضوع الصيانه ودي شغالين على يومي شبه يومي. تمام. ويمكن ايضا يعني عايزين برضو فرصه ان حضرتك موجود معانا، يمكن دي برضو بعض الرسائل من اهالي حي شرق المنصوره وبالتحديد مقابر الدراسات ومقابر منطقه عبده معروف والشيخ علي الخميسي يعني محتاجه برضو رعايه من ان لاخر يعني. فاحنا بنوصل صوتهم لحضرتك يبقى فيه اهتمام بالمقابر خاصه من ان لاخر بيبقى تحصل فيها بعض المشاكل يعني. طبعا احنا عندنا اهتمام بالمقابر لانها طبعا بيبقى يحصل بعض الظروف الاستثنائيه ان الناس تروح المقابر بالليل. فاحنا عندنا برضو بعض الامكانيات اللي هندعم بيها المقابر والاناره فيها، علاوه على ان احنا برضو ما بنتاخرش على المواطن. احنا كان عندنا بعض الطلبات متقدمه للسيد الوزير المحافظ ان المعزين في مقابر اولنجيل مثلا ما بيلاقوش مكان يعزلوا فيه. فاحنا ساعدناهم ان احنا نعمل لهم تنده تحميهم في فصل الصيف من الحر والكلام ده كله، طبعا بالجهود الذاتيه وامكانيات الحي. طب خلينا برضو الملف بقى الهام جدا
وهو يمكن شفت اكتر من مره الاسابيع اللي فاتت في حملات مكثفه لاي حد بيكون خارق للقانون والبناء بدون ترخيص او البناء المخالف او البناء على ارض غير معتمده. يعني الى اي مدى الملف ده انتوا نجحتوا فيه حتى الان؟ الحمد لله احنا ما عندناش شبه ما عندناش تعديات خالص في حي شرق المنصورة. احنا بيتم التعامل الفوري مع المخالفات، بيتم الإزالة في المهد. طبعا ما فيش، ده بيخلي فيه ردع للمخالفين. الناس خلاص فهمت ان ما عادش المجال ان احنا نخالف ونزود دور واتنين زي ما كان متبع في العهود السابقة. ولكن النهارده احنا بالمرصاد لكل مخالفة. النهارده لما بتنفذ حاله واتنين قدام المواطن بيعرف ان الدوله موجوده وان في امكانياتها مسخره انها تمنع التعديات، علاوه على ان احنا عندنا اجراءات ميسره للترخيص. احنا النهارده بعد تعديل الاشتراطات البنائيه النهارده بيطلع الاف الترخيص على مستوى المحافظه. دي احدى ازاله بعض المخالفات في المهد، يعني وهي لسه موجوده بيتم ازالتها. بنبدا مع المخالفه من المهد، من بدايه الشده الخشبيه حتى لو اتطورت وهي لسه في المهد بننزلها. ما فيش حد بيعدي ان شاء الله من المخالفات، وبيتخذ كافه الاجراءات القانونيه ضد اي مخالف. وده عامل ردع للمخالفات في حي شرق المنصورة. وده معانا على الشاشه، دي احدى الاماكن اللي كانوا بيسعوا فيها ان هو يحاول ان هو يبني بطريقه غير قانونيه، بيتم ازالتها في المهد. وده برضو دور للإدارة الهندسية طبعا علاوة على ان احنا عندنا منظومة المتغيرات المكانية. ده طبعا بتساعدنا كتير في رصد المخالفات. النهاردة ما فيش حد هيعدي. النهاردة كل المتغيرات المكانية بترصد اي جديد سواء كان قانوني برخصة او غير قانوني، فاحنا بنراجع كل المتغيرات ما يسفر عنه. ايه المتغيرات القانونية عشان نوضحها للناس؟ المتغيرات هي دي لقطة فضائية بتصور الحي من فوق او الاماكن كلها من فوق بالامر الصناعي، بتحدد لنا ما استجد من بناء في نطاق الحي يوميا. فطبعا لو استجد اي شيء احنا بنراجعه، لو بترخيص بيبقى متغير قانوني، ولو بدون ترخيص طبعا بيتم الازاله في المهد او تحرير اتخاذ الاجراءات القانونيه ضده. اذا احنا هنا بننصح الجميع ان انا خلاص اتبع كافه الاجراءات القانونيه، خاصه لما يكون في تيسير لاستخراج رخص البناء من خلال المراكز التكنولوجية. ده هيخلينا ننتقد لأي مدى المركز التكنولوجي الموجود عندك في الوحدة المحلية بيسعى لتحقيق أمال وطموحات المواطنين، ولو عندهم أي عقبات التواصل إزاي؟ طبعا هو لو عنده أي عقبات، طبعا المراكز التكنولوجية ده هي الواجهة الحقيقية للدولة مش للإدارة المحلية فقط، لأن المواطن كل طلباته معظمها موجود في المركز التكنولوجي. سواء تراخيص او موافقات او صلاحيات تخطيطيه او تصالح او تقنين او اي طلبات عامه سواء اناره او اشغالات او اي شيء، ده متعلق بعمل المراكز التكنولوجيه. في اهتمام من الدوله بالمراكز التكنولوجيه سواء من وزاره التنميه المحليه او السيد الوزير المحافظ مأكد على اننا لازم نكون متواجدين وسط الناس ووسط الجمهور في المراكز التكنولوجيه، نشوف طلباتهم، ننزل العقبات قدامهم. فالمواطن مش هيحتاج ان هو يشوف وسيله ان هو يوصل لي، لان هيلاقيني معاه في المركز التكنولوجي. واحنا شايفين على الشاشه ده حضرتك جزء من المركز التكنولوجي للوحده المحليه الحي شرق المنصوره والتعامل مع المواطن. مهم جدا لما يبقى حتى المواطن بيشوف الاجراءات بتتم بسرعه. ده بالاضافه يبقى في دورات تدريبيه للقائمين على المراكز دي يا استاذ محمد. طبيعي ان وزاره التخطيط ووزاره التنميه المحليه بتعمل دورات تدريبيه للقائمين على منظومه المراكز التكنولوجيه باستمرار، لان دايما في تعديل للاحسن في منظومه المراكز التكنولوجيه. ده بيتم بصفه دوريه، بنحط افضل العناصر على الشبابيك للتعامل مع الجمهور، وعلاوه على ان مدير المركز والمشرفين النظام متواجدين بصفه مستمره مع الشبابيك. لو في مشكله مع اي شباك طبعا مدير المركز بيتدخل والمشرفين بيتدخلوا لحل هذا الاشكال، علاوه على ان احنا عندنا لجنه موجوده باستمرار في المراكز التكنولوجيه لمراجعه اي طلبات بتتقدم، وانا بنفسي يوميا متواجد في المركز التكنولوجي ومقعد نائب من النواب. وانا شفتهم بصراحه، يعني مش عايز اتكلم عشان ما تبقاش الشهاده بتاعتي مجروحه، لكن انا شفت مدير المركز والنائب بتاعه
الاسماء بس يعني حضرتك الاستاذ محمد اكرم الأستاذ مدير محمد مركز أكرم، تكنولوجي، والاستاذ ياسر الوكيل بتاعه. الاثنين انا شفتهم بيتعاملوا مع الناس بامانه ازاي. شفت المهندسه مديره المهندسه رشا بدران اللي هي متواجده بصفه مستمره. ده حقيقه يعني لمتابعه اعمال الاداره الهندسيه سواء تراخيص او تصالح، متواجده بالمهندسين. شفت النائب قاعد معاهم يعني. عندنا نواب بصفه مستمره متواجدين في المركز التكنولوجي. عندنا النواب متقسمين، في منهم الاستاذ محمد حسن تقريبا قاعد معاهم، الاستاذ محمد حسن، وفي الدكتور سعيد متواجد. الاستاذ طارق جاد، الاستاذه هانم، الاستاذ محمد بليغ، الاستاذه رانيا، كل الناس دي متواجده بصفه مستمره، سواء في النظافه او في التعديات او في الاشغالات او في مراقبه الاسواق، او متواجد في المركز التكنولوجي لخدمه المواطن. وانا بنفسي موجود معاهم يوميا في المراكز التكنولوجيه. على فكره يا جماعه والله انا بقول الكلام ده يعني من حاجه على ارض الواقع. انا شفت الكلام ده عندهم اكتر من مره، وعلى فكره ولا كان ليا طلبات ولا حاجه، بس انا رايح اشوف لقيت ده على ارض الواقع فعلا. لقيت مدير المركز والنائب، ولقيت مديريه الاداره الهندسيه ومديريه التنظيم، ولقيت عندهم الفنيين فاهمين وكده. ولكن الطموحات والامال اكتر. يعني انا ممكن لو الخدمه واصله ل 70%، لا المواطن عايز يصل يعني ايه، اروح في ثانيه. انت عارف برضو الطموح، انا ما بلاقي ايه العشم بيزيد اكتر، انا بلاقي الخدمه وصلت 70 او 80 اقول يا ما تنفعش ناخد 100%. احنا بالفعل مع الوزير المحافظ بيسعى معانا ان احنا نوصل لدرجه ال 100% في تقديم الخدمه. واقل شيء عمله في منظومه التصالح، عمل لنا تفويض في توقيع نموذج 8، وده سهل على المواطن. ممكن بمجرد ما الملف يخلص ويدفع الرسوم في نفس اليوم يستلم نموذج 8، لانه هيمضي مني، هيطلع ما عادش بقى يرجع تاني المحافظه. طبعا. بمجرد ما نموذج 8 بينطبع واتمضى من الاداره الهندسيه، بيطلع لرئيس الحي يمضيه ويتارشف في نفس اليوم ويستلمه. وده طبعا بقاله اسبوع او 10 ايام ماشي في الاحياء. من بعد العيد القرار ده اعتقد بعد العيد مباشره تم تفويض الساده رؤساء المراكز ومدن الاحياء في توقيع نموذج 8، ودي سهل كتير في عمليه استلام نموذج 8 وفي التصالح. علاوه على ان احنا طبعا شهادتنا مجروحه في موضوع المراكز التكنولوجيه. احنا جالنا لجنه الله يرحمه السكرتير العام، وكان برئاسه السيد الوزير المحافظ موجودين في المركز التكنولوجي. وفي اليوم ده تم الاشاده بحي شرق المنصوره كنموذج للمراكز والمدن والاحياء اللي بيتم فيها الخدمه باعلى مستوى. وده طبعا كان نازل بوست على صفحه المحافظه بتقديم الخدمات للمواطنين. علاوه على ان احنا طبعا بنعمل بنقابل المواطن في المركز التكنولوجي، وعاملين يوم للقاء المواطنين. لو عنده مشكله بيطلع لي وبنحل المشكله مع المسؤول فورا. طب يعني انت شايف ان اذا ملف التصالح في الوحده المحليه لحي شرق افضل من مراكز ووحدات اخرى؟ طبعا انا ما اقدرش اقول كده لان هم زمايلي وكل واحد يحترم في رايه، ولكن انا في المكان اللي انا موجود فيه انا مسؤول عن الارقام طبعا احنا وصلنا بنسبه كبيره، بس طبعا الناس التانية شغاله برضو. أيوة. ولكن في مراكز كبيره زي متغمر والاماكن ديت عندها نسبه الملفات اكتر. تمام. فطبعا نسبه الانجاز بتبقى اقل لان طبعا العدد الموظفين مش كافي لانجاز الاعمال في وقت قياسي. فده سببه مش قصور ولا حاجه، ولكن حسب الامكانيات المتاحه بيأدي. واحنا الحمد لله واخدين مراكز متقدمه في ملف التصالح على مستوى الجمهوريه، فالملف ماشي في محافظه الدهليه بنسبه كويسه. علاوه على ان احنا مكلفين لخدمه المواطن. كل الساده رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكليف من السيد الوزير المحافظ وتكليف من السيده وزيره التنميه المحليه ان احنا لازم نكون متواجدين في وسط الناس. لازم نزال العقبات. وده برضو مطلوب حضرتك برضو عامه، ده كرؤيه يعني اختيار العناصر اللي تعرف تتعامل مع الجماهير واللي تبقى فاهمه اليات تطبيق القانون. انت عارف دايما القانون انا بطبقه وفقا للرؤى، لا انا عايز الناس اللي بتطبق الايه يبقى فاهم ايه الاجراءات القانونيه، لان في بعض ثغرات ممكن المواطن ما هوش فاهمها، ممكن تمشي وممكن ما تمشيش. احنا عايزين بقى الاشخاص اللي عندها مرونه وفاهمه الصالح العام فيه. وده حقيقه احنا بنختار افضل العناصر للتعامل مع الجمهور. واحنا بنختار برضو الاراء اللي تتماشى مع مصلحه المواطن اكتر من مصلحه الجهه. احنا بنشوف لو الراي فيه يغلب مصلحه المواطن يبقى مصلحه المواطن تمشي. وده تم بالفعل. كان بيقابلنا وقابل معالي الوزير المحافظ بعض المواطنين يشتكي من مثلا في بعض الموظفين مش فاهمين اجراء معين،
بنتدخل وبنجيب الشؤون القانونيه وبنجيب الجهه الفنيه الاداره الهندسيه وبنحل المشكله فورا تمام. بما يتماشى مع مصلحه المواطن ولا يضر مصلحه الدوله. وده بيبقى كويس ليه؟ كون ان انت بتقعد مثلا مدير مكتب تكنولوجي موجود، النائب بتاعه، في حد مخصص من نواب رؤساء الاحياء، مديريه الاداره الهندسيه ومديريه التنظيم في نفس الوقت موجوده، بعض الفنيين اللي عندهم خبرات، دي بتسهل على المواطن بحيث ان ما يجيش واحد يقعد يعقد لي، يقعد يديني كل الكوبايه السوداء، يعني يبقى في مجهودات الدوله بتقوم بيها لكن القائمين على تنفيذها يصدر الاحباط للمواطن. احنا في المرحله دي يا جمال بيه ما بيسمحش ابدا ان حد يسود ايدينا للمواطن. تمام. احنا موجودين مع المواطن، واي اجراء هيكون ضده احنا مع المواطن. احنا جهه خدميه. نعم. كل المراكز والمدن الاحياء دورها خدمي، بتهتم بالمواطن من بدايه اليوم حتى نهايه اليوم في جميع المجالات. فطبعا لو في اي مشكله مع المواطن ويكون له حق فيها طبعا هياخد حقه، وبنختار العناصر اللي تكون فاهمه وتتعامل مع المواطن بطريقه احترافيه توصله للمعلومه بكل سهوله. علاوه على ان الدوله نفسها يسرت الاجراءات. ما كان في اجراءات طويله في التصالح، كان في اجراءات طويله في التراخيص. النهارده الاجراءات ديت طلع تعليمات جديده بتيسيرها. النهارده المواطن بيخش بخطوات بسيطه يقدم تصالح. هل في امال وطموحات ان ممكن اجراءات تزيد اكثر من ذلك؟ يعني هل بترصدوا بعض المعوقات؟ ما هو مش لازم يكون عند حضرتك في الوحده المحليه، لكن هل الوحدات المحليه ككل ورؤساء مجالس المدن ممكن بترصدوا بعض المشاكل اللي هي موجوده بحيث لو محتاجه تشريع جديد او محتاجه لائحه في القانون تساهم في زياده المترددين على ملف التصالح؟ طبيعي يا جمال بيه ان احنا اي استفسار بنرفعه للاداره العامه للشؤون الهندسيه، وبترفع لوزاره الاسكان باي مقترحات او اي قصور في تطبيق القانون او معوقات ونستفسر عنها، وده بيتحط في اي تعديلات مستقبليه. لان القانون التصالح نفسه متعدل ليه؟ عشان برضو كان في بعض الحاجات القصور اللي احنا رفعناها وغيرنا رفعها وصبت في الوزاره او صبت في وزاره التنميه المحليه ان في قصور في اماكن معينه او في شيء معين، منها مثلا في القانون 17 فنصب السقف. في التعديلات الجديده عاد في حاجه اسمها نموذج 8 معدل، ناخد نموذج 10 ونديله نموذج يسمح له بصب السقف اللي هو حصل على نموذج 10 في القانون القديم. فده طبعا كان، لكن في القانون الجديد الى الان لم بياخد على التصالح على المخالفات الموجوده بالفعل. لكن الى الان لم يصدر اي تعليمات جديده على المخالفات اللي موجوده. مثلا هو مش هيستفيد، طب هو ليه هيروح الصالح؟ لا، هو ده اترفع. وطبعا احنا ما بنردش اي مواطن. احنا لا ده احنا بنتكلم احنا دلوقتي في اجراءات التصالح باي مواطن بيجي لنا، احنا لا نملك ان احنا نقول له انت طلبك مقبول او مرفوض. تمام. احنا بناخد الطلب وبيتعرض على اللجان الفنيه، ومن حقه كمان ان اللجان ديت لو اخطات يتظلم من قراراتها للجان التظلمات. وفي لجنه تطبيق القانون والوزاره والاستفسارات اللي احنا بنبعتها بتسهل كتير في المعوقات اللي موجوده في التنفيذ. واحنا طبعا هنا بنناشد ان المواطن لو عندك اي معوق وانت رايح تعمل ملفات التصالح، تواصل بالفعل مع رئيس الوحده المحليه في اي مكان انت فيه. اما لو خدنا كنموذج في حي شرق، يعني الشهاده زي ما قلت مجروحه، لكن انت تقدر توصل لرئيس الحي والمحافظ، طبعا محافظ دهليه يعني متجول 24 ساعه، فسهل جدا ان انت لو اي معوقات، فاهم حاجه ان انت تاخد هذه الخطوات. استاذ محمد، خلينا انتقل لملف هام جدا هو خاص بالاسعار. انت عارف حضرتك يمكن في الفتره الاخيره بقت في زياده مستمره في الاسعار، وفي منافذ كثيره في محافظه الدقهليه بصفه عامه والوحده المحليه في حي شرق. الملف ده اتعاملت مع حضرتك ازاي؟ احنا طبعا مع قدوم السيد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهليه لقى ان في منافذ معموله لمحاربه الغلاء ولكن لا تتماشى مع هذا الاسم. ففكر عن طريق التعاون مع جامعه المنصوره ان احنا نعمل منظومه او كاميرات مراقبه مع شاشه الكترونيه تحدد الاسعار السلع الاساسيه في الخضار اللي هو في كل بيت.
زي الطماطم والخيار والبصل والحاجات اللي اللي هي المواطن الحاجات المواطن بيحتاجها بيستخدمها يوميا. يوميا. ان احنا نحط سعر استرشادي قياسا بالاسواق، واحنا عندنا نموذج سوق كفر البضماس ان اسعاره ميسره، فاحنا بنجيب من سوق الجمله ومن كفر البضماس بالتعاون مع وكيل وزاره التموين الاستاذ علي حسن ومباحث التموين، بتحط اسعار استرشاديه يوميه مربوطه بالشبكه الوطنيه في المحافظه. السيد الوزير المحافظ بيطلع عليها يوميا من خلال الشبكه الوطنيه، ولو في منفذ من دول فصل بيبان في الشبكه الوطنيه ان هو فاصل، فبيبعتنا فورا نشوف ايه المشكله، هل هي مشكله هل هو منفذ متعمد ولا إن هو النت فعلاً فصل عطل ولا في فني؟ مشكله في عطل فني في الشاشه. فديت مراقبه يوميا للاسعار، علاوه على ان سيادته امر ان يكون في فاتوره سواء الكترونيه او ورقيه للمواطن، وهو ماشي ياخد فاتوره من المنفذ بالسلع اللي اشتراها واسعارها، بحيث لو المواطن حب يشتكي هيكون معاه الورقه اللي تقول ان هو غلى الاسعار في اليوم ده او ما غلاش حسب الاسعار الاسترشاديه اللي نزلت. ده كله هدفه مراقبه الاسعار في المنافذ. ده بالنسبه لمنافذ البيع. اكمل ان منافذ البيع لو تجاوزت، عندنا منفذ كان موجود في مدينه مبارك. مدينة مبارك السيد الوزير المحافظ الماضي. تابعه اكتر من مره واداله انذار اكتر من مره ان اسعارك ازيد من الاسترشاديه، فطبعا ما استجابش، فتم اصدار اوامره فورا بازاله المنفذ. وطبعا هنفكر مع الوزير والجهات المعنيه ان احنا نديه لحد يستحق ويبيع باسعار ميسره او يتعمل فيه مشروع لخدمه المواطنين. ده بالنسبه للمنافس. اما بالنسبه لمراقبه الاسعار، ففي كل مركز ومدينه او حي لجنه مختصه لمراقبه الاسعار بيسموها اللجنه الخماسيه، تشمل الطب البيطري والصحه والتموين والبيئه والحي طبعا برئاسه نائب رئيس الحي او رئيس الحي بنفسه. بتنزل على السوق، ولو كان في منتجات غير صالحه للاستخدام او في زياده الاسعار او ما فيش قايمه بالاسعار في كل مكان، بيتم التعامل الفوري واتخاذ الاجراءات القانونيه. ده بالنسبه للجنه الخماسيه. بيتم تكثيف العمل طبقا للموسم اللي موجود. النهارده احنا بنهتم بالاسماك والمملحه والاسماك العاديه عشان موسم شم النسيم. نعم. انما لما نكون داخلين على الاعياد زي العيد الكبير مثلا عيد الاضحى بنهتم باللحوم. في الاعياد العيد الفطر بنهتم بالحاجات والمنتجات المتعلقه بعيد الفطر. فدي طبعا اللجنه ديت بتمشي مع ايه المعروض النهارده وايه القطاع العريض هيشتري ايه النهارده، نهتم بيه ونهتم ان احنا نراقب الاسعار فيه. فبيتم تكثيف العمل عليها بحيث ان احنا نمنع التجاوزات او نحد منها. تمام. وده يمكن مطلوب جدا يعني من اصحاب المنافذ. ما حدش قال لك انت ممكن تكسب، ولكن بقى راعي برضو الوضع الاجتماعي وراعي الوضع الاقتصادي، لان انا ما زودش كده بمزاجي. مش اصحاب المنافذ فقط، يعني اي مول اي سوبر ماركت تلاقي مثلا لو انت لفيت يا استاذ محمد خرجت من مول معين هنا او سوبر ماركت تلاقي نفس السلعه مختلفه وهم جنب بعض، ده 5 ده 8 ده 9. فهي دي الصعوبه في كده يعني. والله يا جمال بيه ده حقيقه، وعشان كده الدوله اهتمت بموضوع المواطن البسيط وعملت حاجه مبادره اسمها مبادره اليوم الواحد. سيادتك في قناه السويس. احنا من يوم المبادره ديت ما طلعت من السيد رئيس الوزراء، السيد الوزير المحافظ افتتحها على الفور في نفس الاسبوع اللي امر بيها. بيقعدوا يومين في خميس، هو كان يوم واحد ولكن بيتم العمل يوم الجمعه والسبت من كل اسبوع. اسعار مخفضه عن السوق، كمان عن المنافذ، يعني هي اقل من المنافذ كمان، فيها كل المنتجات ونفس الجوده نفس المنتجات. تمام. بتبقى مبادرات من اصحاب المصانع واصحاب الشركات والحاجات دي. بيحط سعر مخفض عن السوق وبيعرض يومين في الاسبوع في المعرض اليوم الواحد ده على مستوى المحافظه طبعا بيتم، ولكن في حي شرق بيتم في شارع قناه السويس يوم الجمعه والسبت. انا بشوفه لان هو قدامي بصراحه. قدام سيادتك، ده هو قدامي على طول. هو بيبقى متنفس للمواطن البسيط ان هو ممكن ياخد احتياجاته في اليومين دول، لان هو في كل السلع، في المنتجات الغذائيه وفي الاسماك وفي اللحوم وفي الخضار وفي الفاكهه، في كل المنتجات اللي انت حضرتك ممكن محتاجها مواد غذائيه او خلافه
تخزنها الاسبوع كله باسعار ميسره، تمام. ان انت تاخدها في اليومين دول. واحنا هنا ايضا نناشد اصحاب الشركات الكبرى واصحاب المصانع الكبرى، يبقى في تعاون ما بينك وما بين الاجهزه التنفيذيه، ما بينك وما بين محافظتك، لان ده واجب وطني عليك، ان انت لما بتكون بتعمل منتج معين او كده يعني اكسب، ولكن حق دولتك عليك وحق شعبك ان انت تقلل من السعر وتشارك في مثل هذه المبادرات، لان هي فعلا بتعود على النفع وبيستفيد منها الكثير، يعني لان ارتفاع الاسعار ما بيجيش على شريحه معينه فقط، الكل بيعاني منه. فده يعني بنقول ده واجب وطني وواجب قومي لاي صاحب شركه بتطلع منتج معين. خلينا انتقل في فتره في ملف مهم جدا، وهو خاص طبعا بعد الزياده في التعريفه داخل محافظه الدقهليه في وسائل الانتقال، يعني الى اي مدى. وانت عارف حي شرق برضه مقدس، ولان في موقف رئيسي طبعا اللي هو عند التامين الصحي، وانت عارف بعض السواقين بيبقى لهم رؤى معينه، يقول لك بيقطع الخط مثلا، يبقى اللي جاي من جديله مثلا عايز يروح طلخه ممكن عنده الكوبري وما شابه ذلك. يعني الى اي مدى بقى سيطرتوا على الزياده في السعر ازاي حضرتك في المواصلات؟ طبعا في البدايه كان في غرفه عمليات في نفس يوم الزياده من السيد الوزير المحافظ، شكلها برئاسه سيادته وجميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومدير المواقف ومدير المتابعه على مستوى المراكز والساده النواب اللي موجودين في كل المراكز. بعد الزياده تم حسابه نسبه الزياده في المواد البتروليه طلعت 15%، فطبعا تم تعديل التعريفه بما لا يتجاوز ال 15%، وطلعت التعريفه دي وتم تعميمها على جميع المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق طبعا مع المحافظات الاخرى والمراكز. تم تشكيل اللجان ديت، نزلت في كل المواقف سواء كان عندنا في الاتوبيس الجديد او في اولنجيل الموقف جديده. ده برضه ده انت قايم اهو حضرتك. تمام. علاوه على ان احنا اتكلفنا ان احنا نقف ونسال المواطن نفسه انت دفعت كام. مش بنسال السواق زي ما الناس بتظن، احنا لا، بنسال المواطن انت دافع كام، ونشوف التعريفه اللي هو دفعها ديت ازيد ولا لا، ولو كانت التعريفه ازيد بيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد السياره قد تصل للغرامه او الايقاف. واحنا حضرتك شفت ان معالي الوزير المحافظ لغى ترخيص بعض السيارات في الزياده الاخيره. احنا مش عاوزين نسيب المواطن لاصحاب السيارات والناس ديت ان هم يستغلوا الزياده ان هو يزود. وده على الشاشه معانا الاستاذ محمد امين رئيس الوحده المحليه عن حي شرق، ومعاه الاستاذ احمد البنداري مدير عام المواقف، والاثنين يعني بشوفهم في جولاتهم الميدان. وهو ده مطلوب ان انا ابقى ميداني، يعني انا مدير عام مواقف يبقى اتواجد واروح المواقف ويبقى عندي متابعه. رؤساء الوحدات المحليه تواجدهم مع المواطنين في مثل هذه الازمات بتحل الكثير من المشكلات يا استاذ محمد. اكيد طبعا. والاستاذ احمد بنداري من الناس النشيطه اللي هو دايما على تواصل دائم معايا، ولو في اي مشكله بنحلها فورا، ولو في اي تجاوزات بيتم تغريم السياره او ايقافها عن العمل حسب جسامه الموضوع. عندنا لجان موجوده في كل مركز، موجود دفاتر للغرامات وموجود مخالفات موجوده في كل مركز. احنا فاتحين ارقام شكاوى على صفحه المحافظه. السيد الوزير المحافظ امر ان ينزل ارقام للشكاوي للتليفونات. اي مواطن عنده شكوى يتواصل على هذه الارقام، بيتم التعامل الفوري واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد اي سياره متجاوزه او سيرفيس بيقطع الخط او ما شابه ذلك. وهو انا هنا بناشد برضو المواطن، يعني فرصه خاصه اللواء طارق مرزوق محافظ دقهليه هو محافظ ميداني، بتلاقيه في الشارع 24 ساعه، دي حقيقه، صبح ليل في كل المراكز. فهو نفسه بيقول لك حافظ على حقوقك، تواصل مع مباحث المرور، تواصل مع رئاسه الوحده المحليه التابعه لها، تواصل معاه هو شخصيا. اظن كل اللي شاف المحافظ في ال7 شهور بتلاقيه في اي مكان، كفر بدماس، جديله، اولنجيل، في ميت غمر، في المطريه، في المنزله، في كل حته. يعني مش انا اللي بقول الكلام ده مردود. فانت اتعاون معاه، ولما تلاقي اي سلبيه، ده مطلوب يا استاذ محمد، اي سلبيه انا كمواطن اروح لرئيس الوحده المحليه او المسؤول اللي بيتجول في الشوارع عشان نتعاون كلنا. طبيعي ان الرقابه الشعبيه مهمه جدا، لان المواطن هو عيني في الشارع. انا معظم المخالفات بيتم رصدها
عن طريق اتصال تليفوني، ممكن يجي لي تليفون ان المواطن يتضرر من حاجه معينه ونتابعها وبالفعل يكون حق، وبيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه. لان طبعا انت عارف حضرتك ان ضعف الامكانيات في المحليات، ان مفيش موظفين كافيين للرقابه على كل شيء. فطبعا المواطن الرقابه الشعبيه بالنسبه لي هو شيء مهم جدا، علاوه عن المحافظ والسيد نائب المحافظ والسيد السكرتير العام المساعد وكل الطاقم اللي موجود في المحافظه. مفيش حد بيقعد على مكتبه، فبالتالي جميع رؤساء المراكز والمدن الاحياء والموظفين والمهتمين بشؤون المواطن لازم يكون في رقابه في الشارع تعود بالنفع على المواطن في مدينه المنصوره ومحافظه الدقهليه. طيب الى اي مدى بيكون في تعاون مع حضرتك والجماعات الاهليه وجماعات المجتمع المدني في الدعم المستمر اللي يعود على المواطن بالنفع؟ اقرب مثال اللي انا قلته لسيادتك في الموضوع المنافذ. جامعه المنصوره تعاونت مع المحافظه مع السيد الوزير المحافظ وعملت منظومه الكترونيه تراقب بها الاسعار. تعاونت معانا في موضوع اعداد مشروع للمواقف وتطويرها. تعاونت معانا قبل كده في المدن في الميادين، وتعاونت معانا في الحاله المروريه. الجامعات الخاصه لها دور مهم جدا، او الجامعات الحكوميه لها دور مهم جدا، دور مجتمعي، وده لازم تقوم بيه. ده هم بالفعل بيتعاونوا معانا، ومفيش طلب بنطلبه من الجامعه الا ما بيتم التعاون، وبيتم بصوره بدون مقابل. يعني هو الناس تظن ان انا عشان اروح الجامعه لازم ادفع عشان يعمل لي التقارير بتاعته. لا، بالعكس، الجامعه بتقوم بالدور المجتمعي بتاعها وبتعمل لي الخدمه ديت بدون مقابل. الساده الاساتذه بيتشرفوا بدراسه الموضوع ويردوا علينا وبيساعدونا كتير في الاماكن الحساسه او اللي احنا ممكن ما عندناش الكوادر الكافيه ان هي تقوم بيها. وده مهم جدا. انا لما يبقى في تعاون ما بين وما بين الجامعه التابعه ليا، او ما بين وما بين المجتمع المدني اساسا، سواء رجال اعمال، سواء اصحاب شركات وطنيين، كل ده بيعود في النهايه بالنفع على المواطن. طبيعي يا جمال بيه ان حضرتك عارف ان محافظه الدقهليه غنيه برجال الاعمال المحترمين اللي بيساعدوا كتير. معظم ما يتم في محافظه الدقهليه سواء في اعمال التجميل او التطوير بيتم بالجهود الذاتيه بالتعاون مع المجتمع المدني. النهارده جميع اعمال الاصلاحات والدهانات والكلام ده كله بيتم. احنا النهارده تعاون معانا المجتمع المدني في اعمال الجداريه اللي موجوده عند صندوق، والجداريه اللي موجوده على المشايه، وتطوير في مشروع دلوقتي السيد الوزير المحافظ بيتبناه بتطوير الميادين في مدينه المنصوره عن طريق المجتمع المدني. فمحافظه الدقهليه غنيه برجالها وغنيه بالناس الخيرين اللي ممكن يقدموا للمحافظه حاجات كتير، واحنا بنشكرهم عليها، وبنشكر كل القائمين على الجهاز التنفيذي، السيد الوزير المحافظ والجهاز التنفيذي بالكامل، على ما يقدمه لشعب الدقهليه. طب استاذ محمد، هل في موضوع معين كنت تتوقع ان انا اطرحه ولسه ما طرحتوش يستفيد بيه المواطن على ارض حي شرق المنصوره؟ طبعا هو احنا لمينا معظم ما يتعلق بحياه المواطن. طبعا حضرتك ما شاء الله لميت بكل المواضيع، ولكن شغل المحليات متشعب جدا. احنا لا يقتصر دورنا على النظافه او الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها، احنا بيقتصر دورنا بيمتد كمان للتعاون مع جميع وكلاء الوزاره، سواء في الصحه او التموين او الطب البيطري او الشباب والرياضه او التضامن الاجتماعي. كل المجالات ديت شغل المحليات بتكليف من السيد الوزير المحافظ والسيده وزيره التنميه المحليه، ان المحليات لها دور في كل المجالات. المواطن مسؤول من المحليات من اول ما يقوم من النوم لغايه ما ينام. فده طبعا حمل وواجب وطني على كل حد شغال في المحليات. احنا بنتمنى للمحليات في المستقبل ان هي تكون من افضل الانظمه اللي موجوده، وان هي لانها الواجهه الحقيقيه للحكومه المصريه، لانها بتقدم كل الخدمات من خلال المحليات. فاحنا بنتمنى دعم المواطن للمحليات بحيث تكون من افضل الاماكن اللي بيتعامل معاها، ويساعدنا ان احنا نطور اكتر ما هو مقدم الان في المستقبل ان شاء الله. استاذ محمد، في عجاله سريعه كده نقول المستقبل لحي الشرق في ايه؟ ان شاء الله المستقبل كويس. احنا حطينا خطه استثماريه استهدفنا بها الاماكن ان شاء الله يتم تنفيذها في بدايات من 1/7 القادم لبعض الشوارع المتهالكه في الحي.
علاوه على ان احنا عندنا مشروع بيتم دراسته حاليا بتكليفات من السيد الوزير المحافظ، ان احنا نطور المعرض الدائم لحي شرق المنصوره، ان احنا نعمله بما يليق مع المواطن وخدمه الرواد عليه، ان احنا هنطوره ونعمله بصوره حضاريه تليق بالمواطن في محافظه الدقهليه ومدينه المنصوره، لان المعرض لا يقتصر على ابناء الحي ولكن يمتد الى المراكز المحيطه بمدينه المنصوره. وطبعا انا بشكر شعب الدقهليه كله على ان هو شعب متعاون وشعب فاهم وبيقدم لنا الدعم باستمرار في المحليات. بشكر الجهاز التنفيذي على رأسهم السيد الوزير المحافظ والسادة التنفيذيين، وبشكر الجهاز التنفيذي اللي معايا في الحي لانهم بيقدموا كتير معايا. وطبعا الناس ديت في المحلات ما بتنامش، يعني محدش في المحلات دلوقتي في رفاهية، لا الموضوع اكبر من كده بكتير. وطبعا بشكر سيادتك واسرة البرنامج وكل القائمين على برنامج دلتا مصر. واحنا بنشكر حضرتك على يعني تواجدك معانا، وزي ما قلت لحضراتكم فعلا ان لما بتكون في انجازات بتتم على ارض الواقع بنحاول ان احنا نستعرضها لحضراتكم. وزي ما تابعنا وشفنا ملف التطوير في حي شرق، شفنا مجهودات بيقوم بها سواء في الاداره الهندسيه او التنظيم او مركز التكنولوجيا او حتى عمال النظافه اللي هم لهم دور ايجابي. فاحنا بنشكر كل الناس، ولو في اي مشكلات مكتب السيد رئيس الوحده المحليه حي شرق موجود 24 ساعه، واحنا هنا بنتواصل معاكم من خلال صفحه برنامج. انا في نهايه لقائي بشكر ضيف العزيز استاذ محمد، بشكر حضرتك على تواجدك معنا النهارده. شكرا جمال بيه وشكرا لأسرة البرنامج والسادة المشاهدين. واحنا بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وانتظرونا كل خميس وملف جديد بيهم المواطن المصري بصفه عامه والمواطن الدلتاوي بصفه خاصه. شكرا والى اللقاء.